الطبق ده اشتريته من سنتين عشان أعمل فيه عمل فني ومركون من ساعتها. أخيرا جه الوقت وعملت فيه المجسم الجميل ده، مجسم لجزيرة استوائية مع المحيط. في الفيديو ده هشرح لكم ازاي عملت كده خطوة بخطوة، يلا نشوف. أول حاجة شلت الاستيكر اللي كان موجود على الطبق ونضفته. بعدين في الكوباية دي هحط نصها مية، وبعدين هعمل خليط من الجبس مع الأسمنت الأبيض، خليط قوي بينشف بسرعة. أحسن طريقة لخلطه إن أنا أحط شوية من ده على شوية من ده وأسيب المية تتشرب براحتها. زي ما انتم شايفين كده المية بتتشرب. هفضل أضيف لحد ما المية تتشبع خالص، وبعدين هقلب وأقلب كويس جدا. ما كنتش عاوز الخليط يكون لونه أبيض، فعشان كده ضفت شوية من لون أسود أكريليك، وهقلب عشان يطلع لونه رمادي، عشان لو بان من الطبق بعد كده يبقى شكله كويس. بعدين هستخدم الخليط ده وأبدأ أنزله كده عشان أعمل الجزيرة بتاعتنا. أعملها في ناحية واحدة بس من الطبق. أضيف شوية وبعدين أساوي، وبعدين هضيف شوية تانيين. عاوز الارتفاع بتاعي يكون أكبر شوية. كنت عاوز أعمل شوية صخور حواليها، فأخدت حتت كده من الجبس شكلها مش مساوي، وبعدين حطيتها كده من غير ما أسويها. دي أما تنشف هتديلنا شكل الصخور. سويت بقى كده بصبعي، وبعد كده هسيب الخليط ده ينشف، وعادة بينشف في حدود ساعة أو اتنين يعني. وطبعا قبل ما ينشف مسحت الحتت اللي عليها جبس وأنا مش عاوزها، مسحت الطبق يعني كويس بمنديل عليه مية. زي ما انتم شايفين كده لونه رمادي، لو بان هيبقى أشيك شوية من الأبيض. ده كان شكله بعد ما نشف. وبعدين استخدمت خليط من الغيرة الأبيض متخفف بيه المية. هي دي غيرة أبيض بس عشان الفرشة كان عليها شوية لون رمادي فشكلها رمادي، ما تاخدوش في بالكم. بعدين هستخدم تراب ناعم، أنعم حاجة موجودة. السكيل طبعا اللي احنا شغالين بيه أو مقياس الرسم صغير خالص، فمحتاجين يكون تراب ناعم قوي عشان يبان إن شكله رمل طبيعي. هضيفه طبعا على الجزيرة كلها ما عدا الأماكن بتاعة الصخور. بعد كده هسقسقه بمية عليها نقطة صابون سائل، وبعد كده هسقسقهم تاني بغيرة متخففة بالمية. بس الجزء بتاع الغيرة ما صورتوش لأن الكاميرا فصلت مني. بعد ما نشف خد حوالي ساعتين، كان اللون بتاعه غامق قوي على إنه يكون رمل استوائي. فعملت لون مصفر، وبعدين خففته بالمية وسقسقته برضو كده تاني. لما ينشف هيبقى شكله أفتح شوية. بعد ما نشف ده كان شكله. ندخل بقى على الريزن. هستخدم الميزان عشان هو بيتخلط بالجرامات. النوع اللي عندي كده نوع كويس قوي، استخدمته قبل كده كذا مرة وما حصلش أي مشاكل. أنا حسبت الكمية لقيت إني هحتاج حوالي 220 مللي. ضفت طبعا الجزء الأول مع الجزء التاني، وبعد كده هضيف لون أزرق. ده لون مخصص للريزن. نضيف منه كمية صغيرة، ولو حبينا نزود اللون بعد كده نزود براحتنا، لكن ما تضيفوش كمية كبيرة من الأول عشان الشفافية بتاعة الريزن ما تضيعش. بعدين هصب الريزن، وكنت طبعا مرعوب انه ممكن يعمل مشكله مع الطبق الازاز. انا ما صبتش ريزن في حاجه زي دي قبل كده. حطيته لحد ما وصل للمستوى اللي انا عاوزه، وبعدين هنسيبه ينشف. عاده هياخد له 24 ساعه. وعلى ما ينشف بقى تعالوا نعمل السفينه. جبت حته خشب، اي خشب عاديه يكون السمك بتاعها مناسب. بعد كده هقص منها حته تكون الطول بتاعها اطول شويه من السفينه اللي انا عاوزها. بعد كده هرسم شكل السفينه، شكل كلكم عارفينه. هحتاج طبعا اقطع الشكل ده، فكانت فرصة ان انا اجرب الميني كرافت اللي لسه شاريها قريب. هي معاها بنطة كده لتقطيع الخشب، فقلت اجربها. جربتها وقطعت، لكن ما كانش اختيار مناسب بالنسبة لي وانا كنت بستخدمها غلط. بعد كده قلت اجرب المنشار. المنشار قطع كويس، بس برضه ما كانش اختيار مريح قوي بالنسبة لي. زي ما انتم شايفين كده قطع. ففي الاخر زهقت وقطعتها بمنشار كهرباء. وزي ما انتم شايفين انا سايب حته كده من ورا عشان اقدر امسك منها. ده الطول الزياده. بعدين بقى محتاجين ان احنا نصنفر الاجزاء اللي موجوده دي عشان ندي الشكل الانسيابي بتاع السفينه. وهنا طبعا الميني دريل كانت مفيده جدا. هصنفر الاجزاء اللي في الجنب عشان تدينا الشكل بتاع السفينه زي ما انتم شايفين كده. بعدين من قدام كنت محتاج اعمل لها كيرف. برضه هكمل صنفره في الجزء ده. طبعا انا بحاول اوصل بس لشكل السفن المعروف يعني. بعد ما خلصت كان محتاج ان انا اخلي المقدمة والمؤخرة بتاعت السفينة اعلى شوية من المنطقة بتاعت النص. فمحتاج اقطع الجزء اللي انا علمته ده. هنا المنشار بتاع الميني كرافت كان مفيد جدا. الحركة دي شفتها في فيديوهات الخشب كتير. انا بحب اتفرج على فيديوهات صناعة الخشب. تقطع كده حتت جنب بعض صغيرة.
عشان يبقى سهل علينا نخليها بعد كده. تتكسر بالإيد، ولو كانت قوية شوية ممكن نستخدم أي بنسة وبعدين نكسرها تطلع معانا بسهولة. بعد ما خلصت استخدمت المبرد ده عشان أصنفر الجزء ده وأنعمه، وكمان استخدمت الميني كرافت عشان أصنفره أسرع يعني. بعدين ده كان وقت مناسب عشان نقطع الجزء اللي ورا اللي احنا مش محتاجينه ده، وبرضه هعمل كيرف في الجزء اللي ورا زي الكيرف اللي عملناه قدام بالصنفرة. ده كان شكل السفينة لحد دلوقتي، زي ما انتم شايفين شكلها بقى أحسن كتير. بعدين هستخدم صنفرة يدوية كده عشان أنعمها من بره. استخدمت صنفرة مقاسها 150، دي اللي كانت موجودة يعني عندي. وزي ما انتم شايفين نحت جزء في المقدمة وفي الخلفية كده بتاعة السفينة عشان أعمل سور، نحته برضه بالميني كرافت. بعدين هستخدم خلة السنان دي عشان أعمل السارية اللي بتكون في النص بتاعة الشراع. وكمان عملت الجزء اللي بيكون في مقدمة السفينة ده، الحقيقة مش عارف اسمه، لو حد عارف يا ريت يكتبوا لي في الكومنتات. بس قبل ما ألزق في بعضه هلون السفينة. لونت من بره بلون بني محمر، بني يكون غامق شوية، طبعا الألوان اختياري. هلون برضو السارية والخشب كله. أما سطح السفينة فلونته بلون بني فاتح. عاوز بس أفكركم اللي حاسس إن الفيديو مفيد بالنسبة له ما ينساش يعمل لايك للفيديو. بعد كده عشان أعمل بقى الشراع استخدمت حتة من قماش، ده شاش طبي، أي قماش يعني. بعدين تنيته على بعضه. الحتة دي هستخدمها واربطها في العارضة اللي موجودة على السارية دي عشان تدينا انطباع بالشراع. استخدمت فتلة رفيعة لونها اسود. بعد كده لفيت جزء منها على السارية، وهبدأ ألفها كده على القماشة اللي عملناها. بعد ما خلصت عملت عقدة كده من كل ناحية، ربطة كده صغيرة عشان تثبتها. بعد كده هقص الزيادات كلها من الخيط ومن القماش، وهثبت كل ربطة من دي بنقطة من السوبر جلو. وعشان نحس إن الشراع مستخدم شوية استخدمت ألوان درجات من البني كده ووسخته شوية. بعد كده عشان أثبتهم في السفينة استخدمت الهاند دريل ده وعملت خرم صغير، ده طبعا هيكون التثبيت أسهل. بعد كده بنقطة من السوبر جلو حطيته مكانه. كمان هثبت الجزء الأمامي بتاع السفينة بنفس الطريقة. وكمان عملت شراع صغير عشان أركبه ورا بنفس الطريقة اللي فاتت. بقيلنا بقى نعمل الخيوط اللي موجودة حوالين السفينة. استخدمت نفس الخيط الأسود وبعدين ثبته في المقدمة بتاعة السفينة وعلى السواري اللي موجودة دي من فوق. نقطة بس من السوبر جلو بلف وبتلزق بسهولة يعني. وبعدين ثبته في الظهر من ورا. هكمل بقى بنفس الطريقة. الحاجات دي بقى مش هنقولها بالتفاصيل إلا لو عملنا بعد كده فيديو بقى السفينة كاملة، ساعتها أشرح الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله. وعندي طلب منكم، أنا حابب أعمل مشاريع من دول عربية مختلفة، من كل الدول العربية يعني. الحقيقة أنا عارف الأماكن الأثرية والحاجات اللي زي كده في مصر، لكن في بقية الدول العربية ما أعرفش. فلو حد عنده اقتراح يا ريت يكتبه لي في الكومنتات من بلده. ده كان شكل السفينة بعد ما خلصت. عشان أداري الخيوط اللي موجودة في الجنب دي لو انتهى بنفس اللون بتاع السفينة، مجرد بس إن احنا بنداريها شوية يعني. في الوقت ده كان فات حوالي 20 ساعة. كان الريزن بتاعنا الحمد لله نشوفه مفيش فيه أي مشاكل. بعد كده عشان أحط بقى السفينة بتكون طبعا غطسانة شوية في المية. علمت كده المكان بتاعها وهستخدم برضو الميني كرافت وهنحت الجزء ده. طبعا وأنا بنحت أي حاجة زي كده بالذات يعني وخصوصا الريزن لازم أكون لابس ماسك، لأن البودرة دي بتعمل حساسية لناس كتيرة جدا. بعد ما خلصت نضفت كل الباودر دي من على الطبق ومن على الريزن بالكحول. بعدين هلون الحجارة اللي احنا عاملينها، زي ما انتم شايفين لونها باهت قوي. فهستخدم لون مخفف، لون بني واسود، درجات يعني منهم مختلفة. الوان مخففة هستخدمها كده في الشقوق عشان تدينا بس انطباع كده ان في الوان مختلفة. هنضيف بقى شوية نباتات. هنستخدم بودرة الشجر دي احنا صنعناها قبل كده في الفيديو، هتلاقوا عندكم في الجنب.
أحط شوية غيرة أبيض على الأرضية في الأماكن اللي أنا عاوزها، وبعد كده هاضيف البودرة دي بألوان غامقة وفاتحة. وهاستغل الفرصة دي وأحب أشكر كل مشترك في القناة، خصوصًا طبعًا الناس اللي بتعمل تعليقات. الحقيقة إحنا وصلنا الأسبوع ده ل2000 مشترك، رقم ما كنتش متخيل إن ممكن أوصل له في سنة ولا حتى في 10 سنين، فحقيقي باشكر كل الناس. بعد ما خلصت سقسقت الأجزاء بتاعة بودرة الشجر دي بغيرة مخففة بالمَيّة عشان تلزق. بعد كده هنلزق السفينة في مكانها. طبعًا أنا هنا بالزق بالمود بودج جلوس، ده زي الغيار الأبيض بس بيكون شفاف وبيلمع. بعد كده عشان أعمل الموج بتاع البحر هاستخدم برضه نفس المود بودج جلوس، أضيفه كده وبعدين أحاول أعمل الشكل بتاع الأمواج بتاعة البحر. ده طبعًا بينشف شفاف وكمان بيلمع عشان ما يضيّعش اللمعة بتاعة الريزن. كذلك هو كمان بيحافظ على القوام بتاعه، فشكل الأمواج دي هتفضل بعد ما ينشف. ده كان شكله بعد ما خلصنا، وهنسيبه بقى ينشف هياخد له 3 4 ساعات. بعدين بقى هنصنع شوية نخل عشان طبعًا الكسيرة الاستوائية. هاستخدم السلك الرفيع خالص ده، أقطع منه أجزاء تقريبًا طول 3 أو 4 سنتي، أقطع كمية مناسبة. بعد كده هاخد 7 أو 8 سلوك جنب بعض، أسويهم كده من فوق، وهاسيب أول سنتي وبعد كده هابدأ ألفهم وأبرمهم على بعض. بعد كده الجزء اللي فوق اللي إحنا ما لفيناهوش هاستخدمه في إني أعمل الفروع بتاعة النخلة، أفرده كده بشكل مناسب، وبعدين هاشكلهم بحيث إن شكلهم يبقى زي فروع النخلة يعني متجهين لتحت. عملت 4. بعدين هالونهم بلون بني فاتح زي النخل بتاع جوز الهند. أما أوراق النخيل فهاستخدم نشارة خشب خشنة، أنا كنت عاملها من زمان أوي عندي بقى لها كذا سنة دي، كنت عاملها عشان تبقى ورق شجر وما باستخدمهاش، كنت ملونها بلون أخضر. المهم بعد ما الألوان نشفت هاستخدم غيرة أبيض على الفروع اللي إحنا عملناها، وبعدين كده هاغرسها في نشارة الخشب دي، هتتجمع وتدينا إيحاء كده بالنخلة. طبعًا إحنا في السكيل الصغير ده ما بندورش على الواقعية يعني بشكل كبير، المهم بس تدينا إيحاء. في الوقت ده كان الموت بودج نشف وزي ما أنتم شايفين عامل الأمواج أهي. طبعًا في منتجات أحسن من كده لعمل الموج بتاع المحيط، بس يعني في السكيل الصغير ده الموت بودج هيمشي الحال. بعدين هاثبت بقى النخل في مكانه على حسب يعني الأماكن اللي اخترتها وشُفت إن شكلها مناسب، وباقي لنا إن إحنا نعمل الرغوة البيضا اللي بتكون على الأمواج بتاعة البحر. هاستخدم لون أكريليك أبيض وفرشة صغيرة وأضيفه كده أنقّطه كده على الأماكن المرتفعة بتاعة الموج عشان يدينا الإيحاء ده، وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اللي عجبه الفيديو ما ينساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. تقدروا تتفرجوا على المحتوى القديم إن شاء الله يعجبكم وتستفيدوا منه جدًا، ولو حد عنده اقتراحات لمشاريع يقول لي في التعليقات. هاسيبكم مع النتيجة النهائية، سلام.